شفتوا موضوع الجنس ده بيشد انتباه الصغيرين والكبار ازاي؟ يمكن الكلام عنه كتير، ويمكن معلومات عنه متاحة في كل حتة، على النت والمدارس، حتى في الدردشة مع الصحاب، إلا احنا الأهالي. هقول لكم على كام نقطة مهم جدا توضحوها لأولادكم إن كان ولد أو بنت. أول حاجة في السن الصغير عرفوا يعني إيه احترام خصوصية جسمه وجسم غيره. لازم أعلمه إن ما ينفعش أبدا أنتهك حق الطرف التاني لو رفض ممارسة العلاقة حتى وإحنا متجوزين. علمه إن الجنس ده احتياج طبيعي، ربنا خلقه لسببين مهمين في الحياة، هو السعادة بين الزوجين وإنجاب الأطفال. النقطة اللي جاية دي مهمة قوي، ما ينفعش الجنس أفصله إن هو فعل جسدي بس ونعتبره غريزة عاملة زي بتاعة الحيوانات. عشان كده بيبقى اسمه شريك الحياة مش الشريك الجنسي. عشان كده مهم ندرس بعض ونعرف بعض قبل ما يحصل معنا أي علاقة جنسية. لازم يكون في حب ومشاعر، احترام وقبول بين الطرفين. ربنا حطه وسمح بيه في إطار الجواز، لأن الجواز بيكون فيه وعود بالوفاء والحب والاحترام والأمان والشفافية. للأسف المجتمع الشرقي بياخد الجواز غطا علشان يمارسوا الجنس، وللأسف بينتهي بطلاق. وحتى في المجتمع الغربي بيمارسوا الجنس قبل الجواز، وحتى ده بينتهي بخيبة أمل وما بيكملش لجواز. علموا الولد ازاي يحترم جسد البنت ويبقى جدع ويحتويها، والبنت كمان تعرف ايه المثيرات عند الولد وتساعده يبني علاقة صحية وتستمر. بس خلاص، أنا فيفا.